دور هيموت ويقول لك لازم اداره النادي الاهلي تقول لنا انتوا بعتوا اسامه ابو علي للنادي كولومبوس الامريكي بكام؟ ازاي كده؟ يا خالد ده كل الناس عارفه، يا خالد ده اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره عارف ان نادي كولومبوس الامريكي اشترى اسامه ابو علي بصفقه ما يقارب 10 مليون دولار. الصفقه يا خالد 7.5 مليون دولار هيدفعوا كاش، وفي 2 مليون دولار بونص. ازاي بونص؟ اقول لك ازاي يا خالد. مليون دولار لو اسامه ابو علي جاب معاهم 10 اهداف، ومليون دولار تاني لو جاب 15 هدف. يبقى الصفقه بكام يا خالد؟ ب9.5 مليون دولار. قال لك ايه ده يا عم؟ ازاي كده؟ احنا لازم النادي الاهلي يطلع بيان ويقول لنا. يا حبيبي اصبر كده كان النادي الاهلي هيطلع بيان. بس يا خالد اللي تقول امتى النادي الاهلي يطلع بيان عن الصفقات وامتى ما يطلعش، دي اداره النادي الاهلي عارفه امتى تطلع البيان في الوقت المناسب. ده شغل اداره يا خالد انت ما تعرفوش. يا خالد انت يعني عايز تاخد الترند باي شكل او باي كلام. يا خالد انت ما تقول لنا صفقات الزمالك اللي جت بكام، بدل ما تشغل نفسك بالاهلي اشغل نفسك بالنادي ان انت بتشجعه. انت يا خالد يا غندور معروف ان انت زملكاوي، اشغل بالك بنادي الزمالك. خلي نادي الزمالك يطلع لنا بيان يقول لك انا جبت بس احمد ربيع بكام، ما تخليه يطلع بيان بالكلام ده. انت مش عارف يا خالد شاغل نفسك ليه بالاهلي يا خالد؟ ما تقول لنا انتوا بتاخدوا الصفقات من البنك الاهلي بكام؟ الناس كلها عارفه ان الصفقات من البنك الاهلي بالحب. يعني يا خالد خليك في اللي انت فيه. يعني انت قول لنا طيب البنك الاهلي بيدي الزمالك اللعيبه بكام؟ احنا ما نعرفش لحد دلوقتي. ده في ناس بتقول لك اللعيبه بتروح بالبنك الاهلي لنادي الزمالك فري. ازاي؟ قال لك من ابو بلاش واحنا ساكتين. ايه يا خالد في ايه؟ خليك مع نادي الزمالك. قول لنا الصفقات بتيجي بكام لنادي الزمالك. قول لنا الصفقات مثلا اللعيب اللي بيمشي نادي الزمالك ده مشي بكام. كلمنا على فتوح اللي اشتغل مجلس اداره الزمالك واشتغل المعسكر وقال لهم معلش انا عايز اخرج من المعسكر عشان اروح ابص على عمي واعلق له الجلوكوز واوديه للدكتور، وطلع الكلام ده كله فنكوش والراجل طلع يحضر حفله في الساحل. كلمنا يا خالد عن نادي الزمالك. انت كل همك تقول اسامه ابو علي راح بكام؟ يا عم ما الناس كلها عارفه. يقول لك لا لازم اداره النادي الاهلي تعلن. مش انت يا خالد اللي تقول اداره النادي تعلن امتى وما تعلنش امتى، مش انت يا خالد.